ايه هي الاكزيما الدهنيه؟ الاكزيما الدهنيه يا سيدي هي نوع من الاكزيما، والاكزيما ليها انواع كتير. كلمه اكزيما في حد ذاتها ليست تشخيص، محتاجه مضاف اليه. زي ما شرحت في الفيديو ده، مفيش مرض اسمه اكزيما بس، اتفرج عليه. النوع ده تحديدا بيظهر في المناطق الغنيه بالغدد الدهنيه، زي فروه الشعر والوش وخلف الاذن ومنتصف الصدر. طب ايه سببها يا دكتور؟ الحقيقه ان في نظريات كتير بتحاول تفسر ايه هو سبب الاكزيما الدهنيه. احد اهم هذه النظريات ان الشخص المصاب بيكون عنده زياده في افراز الدهون في الجلد في المناطق اللي قلنا عليها، وفي نوع معين من الفطريات بيكون عايش على الجلد اسمه ملاسيزيا. الفطريات دي بتحب تتغذى على الدهون الزياده اللي الجلد بيفرزها. بتبدا الفطريات دي تتكاثر على سطح الجلد بشكل فوق الطبيعي. الجسم يسكت؟ لا، ما يسكتش. كرد فعل للتكاثر ده الجلد بيبدا ينتهي، والالتهاب ده بينتج عنه ان طبقات الجلد تبدا تتكاثر 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 هي كمان. يعني الفطر عمال يتكاثر يتكاثر يتكاثر، والجلد عمال يتكاثر يتكاثر يتكاثر، وكل واحد منشف دماغه ومحدش عايز يتنازل ويقلب الموضوع فرح العمده على جلدك، وكل التكاثر الزياده ده هو اللي بيكون القشره.